لصمنا كرم بالعافية وهنجوزه وهو رضي بالهم. ومفاجأة عروسته قدمها يطلع شؤم ونحس وغم. ويقولوا في نيزك فكه جاي علينا بسرعة زو. انت هتفضل قاعد مسهم وباصص للسقف كده؟ ما ترد عليا يا بني ادم. يو 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 يا نيل، انت خرجتيني من المود خالص. مود ايه يا ابو مود انت؟ ممكن اعرف انت مين وعايزه ايه بالظبط مني؟ انا الجاموسه اللي علمت عليها قدام شويه العيال اللي راحوا ولا جم دول. اخيرا اعترفت انك جاموسه. قصدك شاهد وناهد دي اسمه شاهد ايه؟ وناهد؟ شادي ونهى يا حبيبي. شادي ونهى، ايوه شادي ونهى دول. ايوه ركز كده، اصلك قاعد مسهم لي. اول ما الواد قال لك فريده رجعت من السفر كان هيغمى عليك من الفرحه، ومش عامل اي اعتبار للجاموسه اللي واقفه جنبك. يا جاموسه اصل انت ما تعرفيش انا كنت بحب فريده دي قد ايه. يا ايه يعني؟ والله يا دي البت الوحيده اللي حبيتها في حياتي. وبعدين انت هتعرفي منين الاحاسيس دي؟ انت جالانت، لازم تعرفي ان احاسيسك احاسيس واحد جالانت. انا برلاند. لا انت جالانت انت في الاول والاخر حته جالانت جاموسي. يلا يا ماما انت مكانك مش هنا، انت مكانك في الزريبه بره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي. انت ايه جبله ما عندكش دم؟ ايه يا بنتي، انا نفسي اعرف انت ايه اللي مزعل نفسك ليه؟ مش فاهم انا. عشان انا مراتك يا بني ادم، فوق. ايه ده انت سعاد وعامله نفسك نيلي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انا النيلي وعامله نفسي سعاد، وانت هزقت مراتك قدام العيال السيع دول. يا ستي مراتي وانا حر فيها، اهزقها اعلقها من رجليها. انت خلاص دورك خلص، انزلي بقى من على خشبة المسرح يا فاشلة. انت متأكد ان الدور خلص؟ طبعا البطلة الحقيقية بتاعت قلبي رجعت فريدة يبقى دورك خلاص خلص. يعني ايه؟ يعني ماليش دخلة تانية في المسرحية؟ لا دخلة ولا خارجة، الخارجة الوحيدة ليكي تبقى على خشبة المسرح اصلا اتلغت. يلا يا شاطرة ورينا عرض كتافك. يلا. ايه بتكرشني يا كرم؟ ايه بتكرشني؟ بكرشك؟ انا مش فاهم لغتك ايه. ايوه بكرشك. عندك حق، ما انت خلاص خدت غرضك. يو على الكارثة. غرض ايه يا بنتي انت هتستهبلي؟ ايوه عملت نفسي مراتك وحميتك من الفضيحه، لولايا كان زمان العماره كلها عرفت ان مراتك طفشت من يوم الدخله. يا مفضوح خد يا بنت هنا. بس يا مفضوح انا مفضوح. خد يا بنت. عاجبك كده يا عم كرم؟ حته بنت كومبارس لا راحت ولا جت كده تقول عليك ان انت مفضوح. انت لسه عندك بتعمل ايه؟ انا مش قلتلك تلم هدومك وتيجي تقعد معايا؟ انا فعلا كنت جاي، بس في حاجه حصلت كده خلتني اغير رايي. يعني هيحصل ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ اذا كان على الواد هاته معاك، البيت يسع 1000. واد مين يا عمتي؟ الواد اللي قاعد على ودانك. يا ساتر فكرتيني بداريخ رخامه انا طردته من شويه. ان شاء الله بقى طردته من ودنك ولا من مناخيرك؟ اهو غار في داهيه وخلاص. انا ابتديت اقلق عليك يا كرم. سيبك من العك ده يا عمتي وخلينا في موضوعنا. موضوع ايه يا ابو موضوع؟ فريده رجعت يا عمتي. يعني طردت الواد ودخلت بيت؟ ما تركزي بقى يا عمتي بقى، انا مش ناقص وجع دماغ بقى. بقول لك فريده، انا مش ناقص روشه. فريده يا ابني ما انا مركزه اهو. مين فريده اللي رجعت؟ ورجعت منين اصلا؟ فريده بنت طنط كوثر. مين طنط كوثر دي؟ هي الشقه هتساع مين ولا مين؟ كوثر ولا فريده ولا الواد اللي لازق في ودانك؟ بقول لك يا عمتي، انت لو ما ركزتيش معايا هعمل لك بلوك. اعملي ارجوك. خلاص انا هركز. قول لي بقى يا حبيبي، مين كوثر ام فريده؟ بص يا ستي، فاكره كوثر صاحبه ماما الله يرحمها اللي كانت ساكنه في الدور الاول؟ كوثر دمعه. انا ما اعرفش بقى كوثر دمعه ولا مسلوقه. انا وامك اللي طلعنا عليها الاسم ده، اصلها كانت دمعتها قريبه. المهم ان انت افتكرتيها بدمعتها وفرختها. يعني هي دي حاجه تتنسي؟ انا فاكره يوم ما سافرت هي وجوزها الخليج وانت قعدت تتشحتف وتعيط وحبست نفسك يجي شهر في الاوضه. تكلمنيش بقى يا عمتي وتفكريني بقى، انا كنت بحبها قوي. يلا اهي راحت لحالها. ما هي رجعت تاني لحالها تاني. مفيش حاجه بترجع لحالها. ما هي رجعت لحالها تاني يا عمتي. مفيش حاجه بترجع لحالها، والموضوع ده بقاله ياما. اكيد البت اتجوزت وخلفت وكرشت. لا انا متاكد انها لسه عانس. وايه اللي هيعنسها؟ دي كانت حلوه وزي القمر. لا انت ما تعرفيش بقى فريده. ده انا وفريده كان في قصه حب وعشق، مفيش الكلام اللي انت بتقول عليه ده. واكيد هي رفضت كل العرسان اللي تقدموا لها. ده على اساس ايه يعني؟ ده انت لو عمر الشريف مش هتستناك. الحب اعمى يا عمتي. يا سلام، ده
طب ما انت كنت بتحبها واتجوزت مرتين، واحدة طلقتها بعد 6 شهور والتانية طفشتها في نفس اليوم. على فكرة بقى انا ماليش دعوة بالحاج توفيق اللي كان معايا في قلب المكان ده، ماليش دعوة بيه. دي سعاد دي تحديدا انا ما عملتش فيها اي حاجة، ده انا اللي عايز اروح اكشف عشان اشوف هي عملت فيا ايه وانا مش واخد بالي. ده قعدت تقلع في الفستان يا عمتي بتاع الفرح 7 ساعات وبعد كده خدته وهربت. طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ تتصلي بكوثر دمعة ولا سبانخ دي وتسفلت لي الطريق يعني علشان خاطر ادخل بقلب جامد كده. اشافلت ايه يا منيل؟ انا ما اتصلتش بكوثر دي من ايام التليفون ابو قرص، انا لا اعرف لها نمره ولا حتى واتساب. طب وبعدين يا عمتي هعمل ايه انا كده؟ هفضل قاعد سنجل كده؟ يا ابني الوقت اللي فاضل ما يستحقش العك ده كله. انت عقبال ما تقعد معاها وتفتكروا اللي فات يكون النيزك طربقها فوق دماغنا. بعدين طيب انا مش من حق افرح ولا ايه يا عمتي؟ ده انا كل اللي طالبه ربع ساعه افرح فيها قبل ما انفجر. يا حبيبي يا ابني والله انا ما انا عارفه اعمل لك ايه. طب ما تنزل تسلم عليهم وخلاص. ما هو ده برضه مخوفني، برضه خايف تكون فريده اتجوزت ويفتح لي جوزها كده وكلمه مني على كلمه منه وتبقى جرسه في قلب العماره وانا اصلا مفضوح لوحدي. منها لله بنت نشكره. وسعاد دخلها ايه بنت نشكره في الحوار ده؟ ما هي لو كانت لسه موجوده كنت قلت لك تبعتها لكوثر دمعه بطبق كحك ولا غريبه بمناسبه رجوعها بالسلام. سلام عليك يا عمتي، يا سلام. ايوه كده، انا عايز ان احمده يشتغل فعلا. انت العقل المدبر في حياتي. يلا سلام. رايح فين يا كار؟ هشتري الغريبه بقى. طب وسعاد؟ اعتبريها موجوده. سلام. الموضوع كده كبر، انا لازم اتصرف قبل ما الواد يروح مني. هلا يا هلا، اتأخرتي كده ليه يا نيلي؟ الشوارع زحمه موت. بقولك ايه، هو انت خلاص سبتي الفيديو تشتغلي في المسرح؟ فيديو ايه يا نيلي؟ المسلسلات كلها واقفة. طب ايه اخبار الكاستنج؟ عايزة اقولك الممثلين هيقتلوا بعض عشان يشتغلوا في المسرحية. طب ما تشوفي لي اي حاجه كده يقولوا وما تقلقيش، حلاوتك محفوظه. في دور انا مكمراه، بس ايه ما يغلاش عليكي. حبيبتي يا لولو، اديني بقى النسخه عشان اذاكر الدور. الدور مش محتاج مذاكرة، انتي يا دوب هتقولي كلمتين والبطل هيقتلك. ما هو القتل برضو ده محتاج مذاكره، لازم اعرف هيقتلني ازاي. يعني هيشقني بسكينه ولا هيديني طلقه في دماغي ولا ايه بالظبط؟ هو مين اللي عمال يتصل بيكي ده؟ كرم اللي ساكن فوقيه ده. اللي انقذك؟ ايوه. طب ما تردي عليه، احنا مش ناقصين دوشه. ردت الميه في زوره، ده طردني من بيته كده. طب هاتي التليفون. الو. ايوه، مين معايا؟ ايوه يا فندم، مساء الخير. هو انا اتصلت غلط ولا ايه؟ انا كنت عايز النجمه عايز النجمه نيلي. انا مديرة اعمالها. لا حضرتك نيلي اللي انا اعرفها عندهاش اعمال خالص. دي مسح. مش انت تقصد نيلي الممثلة؟ ايوه، ويا ريت تقولي لها بس كرم الخير مبسوط عايزك ضروري. لا مش هينفع دلوقتي، الاستاذة نايمة في الكرفان. نايمه في الكرفان؟ ويا سايبه بيتها ورايحه تنام في الكرفان ليه؟ الاستاذة عندها تصوير ولما تخلص هنبلغها. سلام. يا نهار اسود، ده قفلت السكه في وشي. انا اتهزقت على فكره. حتى نيلي اللي كانت مرميه تحت لا شغله ولا مشغله بقى عندها كرفان ومدير اعمال. معلش. مساء الخير. في حاجه يا استاذ عماد؟ انا ورامي جايين نشرب معاك فنجان قهوه. ده على اساس ان انا ايه يعني؟ الفيشاوي يعني؟ قهوه الفيشاوي؟ امال ايه؟ مش فاهم يعني بقى. انا ما بشربش قهوه انا استاذ عماد. هتيجوا تعملوا قهوه عندي ليه؟ طب خلاص يا سيدي، ما عندكش شاي؟ نشرب شاي. اتفضل يا ريس، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اتفضل. ما قلتليش يا هاله، ايه رايك في البروفا؟ تمام شغال. انت ليكي كلام مع المؤلف؟ اشمعنى يعني؟ يا ريت يعني يزود لي سطرين اقولهم قبل ما البطل يخنقني. ما هو مش معقول نيلي هتنزل كل يوم من البيت عشان تروح تتخنق وترجع تاني يعني. ادعي بس ان المسرحيه تفتح. ايه؟ هي ممكن تقفل؟ ما انت شايفه الدنيا حوالينا عماله تقفل، هو بقى في حاجه مضمونه الايام دي؟ على رايك، وهو الواحد يتخنق على خشبه المسرح احسن ما يتخنق في البيت لوحده. طب يلا انزلي. ما تيجي تباتي معايا؟ مش هينفع النهارده، لازم اودي ماما للدكتور. طيب خلاص اوكي. انا بصراحه مش فاهم منكم اي حاجه. ممكن اعرف انتوا عايزين تقابلوا مراتي ليه؟ ما انا قلت لك يا استاذ كرم، رشا مراتي حامل. يا سيدي عرفنا انها حامل وان انت مش عايز تعرفها موضوع النيزك ده. سعاد مراتي ايه علاقتها بقى بالحوار ده كله؟ هي مدام رشا اتخنقت من الحبسه، فكنا عايزين يعني المدام بتاعتك تضرب معاها صحوبيه وهو يسلوا بعض في الايام اللي ملهاش ملامح دي. والشقه قصاد الشقه يعني، مدام سعاد يعني مش هتتعب في حاجه. ونوها بنتي بتشكر في المدام بتاعتك. ايه؟
وهي تعرفها منين اذا كان انا نفسي ما اعرفهاش؟ انا مقدر انك لسه عريس جديد يعني، بس دي خدمه انا مش هنساها لك العمر كله. عمر ايه بس يا رامي انت؟ عمر ايه؟ دي الحكايه كلها كام يوم وتنفجر. وبعدين اشمعنى مراتي؟ ما العماره مليانه ستات، حبكت على مراتي انا يعني؟ روق، معلش روق يا استاذ كرم. وبعدين هم فين الستات دول اللي في العماره؟ دي العماره فيها جفاف يا كرم. ليه انت مش متجوز وعندك بنت ولا ايه انت كمان؟ ايوه بس انا مراتي ماتت الله يرحمها من 4 سنين. طب والبنت اللي في الدور الاول دي؟ الانسه نيلي؟ لا ملناش اختلاط بيها خالص. والاستاذ توفيق صعب جدا جدا بصراحه. هتقول لي على الاستاذ توفيق؟ ده وشه يقطع الخميره من عند الحمار مش من البيت. ومراته وابنه مستحملينه بالعافيه. يا جماعه ارجوكم حلوا المشكله بتاعتي، انا متوتر جدا. يا عم ابوس ايدك ارحمني بقى، انت وترت العماره كلها، حرام عليك، غرقتنا ميه من كتر التوتر اللي انت فيه ده بمراتك الحامل دي. ما تقول لها وتخلص يا اخي. يا استاذ كرم، احنا قعدنا 5 سنين نلف على الدكاتره عشان نجيب البيبي الصغنن ده، ولما ربنا سهلها علينا وبقت حامل طلع لنا موضوع النيزك. طب اروح فين واجي منين يا ربي؟ اعمل ايه؟ انا متوتر جدا. يا عم اهدى ابوس ايدك. صدق ان انا اتورطت، انا كمان اتورطت وتوترت كمان. بجد؟ يعني هتخلي المدام بتاعتك تصاحب رشا؟ كان نفسي والله، بس للاسف المدام راحت لامها. ايه ده؟ انتوا لحقتوا تتخانقوا؟ لا يا راجل، الجواز محتاج صبر يا عم كرم. يا عم انا لا اتخانقت ولا اتهببت، امها كل الحكايه تعبانه وشكلها كده هتتسلف. يعني ايه؟ انا كده حياتي اتدمرت؟ يعني ايه؟ يا حبيبي انا سمعت ان طنط كوثر رجعت من السفر، والمفروض ان عندها بنت في سن مدام رشا. ايه ده؟ هي الست كوثر موجوده؟ يعني ايه ما تعرفش؟ انت ما تعرفش يعني؟ انت كده مش شايف شغلك بقى يا استاذ عماد؟ عندك حق، اديني يومين واجيب لك مقاس الموضوع ده. طب ما ننزل نقيس دلوقتي؟ يلا بينا. ما شاء الله توأم. يا استاذ كرم، انت متاكد فعلا ان الست كوثر عندها بنت؟ طبعا يا رامي، انا وفريده متربيين سوا، كانت ايام. مساء الخير. انتوا بتوع الكهرباء ولا الغاز؟ فريده انا كرم. ايش تريد؟ مش دي شقه طنط كوثر؟ ايه لحظه، هي دي فريده اللي انت اتربيت معاها؟ المفروض، مش عارف ليه شعرها طول وطولت كده فجاه، مش فاهم. بس دي شكلها مش مصريه. هي كانت مصريه زمان. احنا مش عايزين حاجه من السوبر ماركت. مين البقف اللي قفل في وش الباب ده؟ انت بتسالني انا؟ يا خساره فريده، شكله جوزها.